بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعيني على قناتي وعلى الصفحة على اليوتيوب، أهلا بكم وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. قصيدة جاية دي قصيدة هنقولها، قصيدة بعنوان سعد قال ما فيش فايدة. وسعد قال ما فيش فايدة دي كانت حكمة ومثل دايما بيقولوه المصريين في الظروف الصعبة، دايما بتتقال يعني في الظروف الصعبة. ربنا إن شاء الله يعدي أزمتنا على خير، ومصر تكون من أجمل بلدان العالم. سعد قال ما فيش فايدة. لما سعد قال ما فيش فايدة قالوا مسطول، ورغم إنه من الأحرار وابن أصول قالوا راجل ثورجي ودموي ومثل الغول. ولما قام على حيله شتم زغلول، ولما قام على حيله شتم زغلول. وزغلول ده واحد وغير زغلول، وزغلول ده واحد تاني ده غير زغلول. قال الخواجة يا باشا علينا يبول، ونجس أرضنا الطاهرة عليها قبول، ونجس أرضنا الطاهرة عليها قبول. تجلى ربنا عليها وقال فيها قول، وكلم موسى في بلدي وموسى رسول، وكلم موسى على أرضي وموسى رسول. قالوا عيان وكان لازمه دواء محلول، قالوا عيان وكان لازمه دواء محلول. ولما يطيب يروح ملطة أو اسطنبول، ولما يطيب يروح ملطة أو اسطنبول. يقف قدام بريطانيا يزيد ويقول، سعد يقف قدام بريطانيا يزيد ويقول أكيد راجل ومش فاهم أكيد مهبول. ولا نبعده وإلا يموت مقتول، ولازم نبعده عنا وإلا يموت مقتول. ونقول قتلوا إرهابي وكان مقتول. عاش سعد ورجاله ده كانوا فحول. قال مصر تكون حرة بغير عزول، قال مصر لازم تكون حرة بغير عزول. ونطرد منها عبد اللاتي والعزى وعبد الله ده ابن سلول، ونطرد منها عبد اللاتي والعزى وعبد الله ده ابن سلول. ونعتمد على المصري في أي حلول، في الزرعة وفي المصنع ومصر تقدر وكد القول. في الزرعة وفي المصنع ومصر تقدر وكد القول. مصر أكيد تزرع وتقدر تصنع المحمول، مصر أكيد تزرع وأكيد تصنع وتقدر تصنع المحمول. ورغيفي يبقى من فاسي لا من فارس ولا مغول، ورغيفي يبقى من فاسي لا من فارس ولا مغول. وشباب مصرنا تلعب، وشباب مصرنا تلعب ومش لازم علي معلول، وشباب مصرنا تلعب ومش لازم علي معلول. مصر النيل بيرويها ويحميها أبو الهول، مصر النيل بيرويها وبيحميها أبو الهول. والأهرام تاريخ شهدة ومش هتزول، والأهرام تاريخ شهدة ومش هتزول. قالوا سعد مش ناوي يرسيها لابد حلول، قالوا سعد مش ناوي يرسيها لابد حلول. قال عايز مصر تعيش حرة ومش هيطول، قال عايز مصر تعيش حرة ومش هيطول. قالوا لازم نجيب راجل يطاوعنا يكون دلدول، وقالوا لازم نجيب راجل يطاوعنا يكون دلدول. تحياتي لكم تحياتي الشاعر علي عبد الرازق صالح أحمد المعصر الفتحة أسيوط. تليفون 011 5 11 60 29. زوروني على قناتي على اليوتيوب واشتركوا معي، أنا كل يوم تقريبا بكتب. ولكم كل محبتي واحترامي وتقديري.